السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل النهارده احلى صينيه سردين او المبرومه بألذ واحسن طريقه بتتبيله رهيبه جدا، وان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم باذن الله. وهنبدا بسم الله. اول حاجه حضرتها هي السمك. عندي هنا كيلو مبرومه او سردين، غسلته كويس جدا وشيلت الراس ونضفت البطن. والنوع ده من السمك رقيق جدا، بنضفه بحذر، نضفه بحذر شديد عشان بيتهري. هنغسله ما بننقعوش وبنصفيه كويس وبنعصر عليه ليمونتين. عندي هنا راس توم متقشره، شرايح فلفل خليط بين احمر واخضر، عصير ليمونتين، ربع كوبايه زيت. بهارات عباره عن معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره بهارات سمك، ربع كوبايه خل. هنجهز الكبه ونضيف البهارات كلها وكل المكونات دي فيها. الفلفل اللي انا ضفته للتتبيله دي فلفل بارد، لو حابه تحطي فلفل حامي دي اختياري. بعد ما نزلت بالمكونات كلها في الكبه هضيف لهم شويه كزبره خضراء بتعطي ريحه حلوه، ومعلقه كبيره ملح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكروا الله. هنخلط المكونات دي في الكبه ونضربهم ضربتين، وبعدين هضيف لهم طماطميه عشان التتبيله تبقى سايله شويه. هنرجع نضربهم تاني في الكبه لحد ما التتبيله تبقى ناعمه معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. انا عندي هنا بصلتين كبار غسلتهم كويس وقطعتهم حلقات، وهنجهز الصينيه اللي هنرص فيها السمك. واول حاجه هنزل فيها بحلقات البصل كلها وافردها في الصينيه. وعندي 3 حبات طماطم قطعتهم طرنشات هنزل بيهم على البصل، وبعدين 3 قرون فلفل احمر على اخضر قطعتهم شرايح هنزل بيهم على الخضار. هضيف ليهم شويه كزبره خضراء قطعتها ناعم، دي بتعطي ريحه حلوه للتتبيله. وهنزل بالتتبيله اللي فرمتها في الكبه، وهقلب الخليط كويس جدا لحد ما يمتزج ببعضه. هنقلب الخليط ده وندعكه بايدينا كويس، وبعدين نرصه في ارضيه الصينيه ونوزعه عشان هنرص عليه السمك. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. سمكه السردين دي ليها اوقات معينه، مش بتيجي طول السنه، وبتبقى موجوده في الوقت اللي احنا فيه ده. وبعد ما وزعنا الخليط ده في قاع الصينيه هنجيب السمك واحده واحده ونحشيها من جوه ومن بره بالتتبيله اللي احنا عملناها. ولو مش عايزه تحشيها من جوه مفيش مشكله، لان السمكه دي طبقه جلدها رقيقه بتمتص اي تتبيله من فوقها. وهنحشي السمك من بره ومن جوه ونرصه في الصينيه على وش التتبيله مع الخضار اللي احنا قلبناهم من شويه لحد ما نخلص كميه السمك كلها. بعد ما خلصنا كميه السردين زي ما انتم شايفين كده شكلها كده ما شاء الله، هنجيب شويه من التتبيله كنا سايبينهم على جنب هنوزعهم على وش السردين. وبعد كده انا حطيت شرايح طماطم بين وحدات السردين بتعطي شكل حلو وطعم وريحه احلى وقت التسويه. بعدين هنرش الزيت على وش السمك وهنوزعه كويس، وبعد ما نخلص هنسيبه ربع ساعه على جنب عشان يشرب من التتبيله دي. وبعدين انا حطيت على الوش شرايح ليمون. وقت التسويه بتطلع ريحه حلوه مع بصله صغيره كده في النص. هندخله فرن مسخنينه قبل كده على درجه حراره 200، هياخد تقريبا من 20 ل 30 دقيقه. هتعرفي ان هو استوى ازاي؟ هتلاقيه بيغلي وبينزل الميه اللي في الخضار وبعدين هيشربها تاني لحد ما ينشف وياخد لون من فوق. شايفين ما شاء الله جميل جدا ومستوي كويس والريحه حلوه والطعم احلى. جربوا الوصفه دي ان شاء الله تعجبكم. هي وصفه اقتصاديه الى حد ما، وفي نفس الوقت سهله جدا، مش بتاخد وقت ولا مجهود، وبمكونات كلها موجوده في بيتك. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.